جاءت سيارة مسرعة سرعة جنونية وصدمت شابا كان يمشي في الطريق أمام باب وكالة سيارات وتوفي في الحال. وتمكن السائق من الهرب، ولكن الشرطة تمكنت من إلقاء القبض عليه في نفس اليوم. وعند البحث في الأوراق التي كانت بحوزة الشاب المتوفي تبين أنه كان قادما للبحث عن عمل في وكالة السيارات التي توفي أمامها. ونقل هذا المتوفى إلى إحدى المستشفيات وحفظ في ثلاجة. ومضى أسبوعان ولم يسأل عنه أحد. فاتصل ضابط تقي بهاتف منزل المتوفي الذي وجده خلال الأوراق التي كانت بحوزته. فردت عليه سيدة شابة فسألها: أين فلان؟ قالت: أنا زوجته وهو غير موجود، لقد خرج منذ أسبوعين للبحث عن عمل ولا نعلم عنه شيئا، وأنا وأطفالي الاثنين ننتظر عودته. بدأ الضابط يفكر في أمرها وكيف يبلغها بأمر زوجها، وبعد يومين اتصل بها وأبلغها بالأمر، فحزنت حزنا شديدا وبكت، ثم طلب منها أن ترسل أي أحد من الأقارب حتى يتابع القضية، فأبلغته بأنه لا يوجد لهم أقارب. فتابع الضابط موضوع هذه الأرملة بنفسه حتى دفن الشاب، وحكمت المحكمة على السائق بدفع الدية للأرملة. فأخذ هذا السائق يماطل بالدفع ويقول: إنني لا أملك شيئا ولا أستطيع الدفع لها. واستطاع أن يحضر صك إعسار من إحدى المحاكم بشهادة 2، وطويت القضية على أنه معسر وسيتم سداده لهذه الأرملة عندما تتحسن حالته المادية. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فأخذت الأرملة تدعو الله أن ينتقم منه إذا كان كاذبا. وظل الضابط يجمع للأرملة وابنيها بعض النقود ويعطيها إياها، ويدلها على بعض الجمعيات الخيرية. ومرت الأيام، وبعد نصف عام بالضبط من الحادث الأول كان هذا الضابط التقي مناوبا في المساء، وإذا بمكالمة هاتفية تأتي إلى الشرطة فيرد هو عليها، وإذا بخبر حادث سيارة أمام نفس وكالة السيارات. فذهب إلى موقع الحادث للتحقيق فيه، فوجد أن سيارة قبل المغرب صدمت رجلا ومات في الحال. وبعد البحث عن الأوراق التي بحوزته كانت المفاجأة المذهلة التي تيقن الضابط من خلالها أنه لا شيء يضيع عند رب الأرباب. قد تبين له بأن الرجل المتوفى هو نفس الشخص الذي عمل الحادث مع الشاب، مات في نفس المكان ونفس الموعد بعد نصف عام من الحادث الأول. ومما زاد من المفاجأة أن المتوفي في الحادث جاء يمشي للدخول إلى وكالة السيارات ومعه شيك ليدفعه للوكالة لشراء سيارة جديدة له، بينما الشاب الأول كان في الطريق للبحث عن عمل. ذهب الضابط إلى القاضي الذي سيتولى الحكم بموضوع هذا الرجل، وأخبره بما كان من الرجل المتوفي الثاني وعدم دفعه الدية لأرملة المتوفي الأول. وعندما طلب القاضي الدية من صاحب السيارة الذي صدم الرجل الثاني قام بدفعها سريعا، وحكم القاضي بأن تكون هذه الدية من نصيب أرملة الشاب الذي ظلمها هذا الميت. فحمد الضابط ربه، وكذلك فعلت الأرملة الشابة التي علمت تماما أن دعوة المظلوم مستجابة وأن الله يمهل ولا يهمل. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب
نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام